السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الأنوار والجمال عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا. تعالوا بينا نشوف النهاردة هنعمل وصفة سهلة وسريعة كده والشعب المصري كله بيحبها، وهي عبارة عن ايه يا شروق؟ وهي عبارة عن كبدة وكلاوي. يلا بينا نشوف مقاديرنا وبينا على الطاسة على طول. أول حاجة عندنا الكلاوي بتاعتنا، جبناها وقطعناها مع ايه؟ حتة من القلب. تمام، يبقى الكلاوي جبناها وغسلناها وقطعناها مع الكبده البلدي بتاعتنا، وطبعا نقدر نستعمل المستورده عادي جدا، كل واحد براحته. تعالوا نشوف ايه هي مقاديرنا. عندنا معلقتين كبار كده حلوين السمنه البلدي، حته تومه، هريسه للي بيحب الحاجه سبايسي، ودي البهارات بتاعتنا وهي عباره عن ايه؟ كمون طبعا، حته شطه، اللهم صل على النبي، جوز الطيب حته صغيره، وشويه من الكزبره، وسنه كركم صغنونه، والبهارات بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها اللي قلت لكم عليها قبل كده، والملح بتاعنا. يلا بينا على الوك نشوف هنعمل ايه. بسم الله، يلا بينا. الوك بتاعنا على النار، سيبناه يسخن شويه وننزل بسم الله بالسمنه البلدي. نسيب السمنه بتاعتنا تسيح شويه وهقول لكم حالا هنعمل ايه. اول حاجه هننزل بيها ايه يا جماعه؟ هننزل بالكبده، قصدي بالكلاوي والقلب، الحاجات اللي هي بتحتاج سوا شويه. يبقى اول حاجه هننزل بيها ايه؟ الكبده والكلاوي، الكلاوي قصدي والقلب. الكبده دي هتنزل اخر حاجه، نستنى الماده الدهنيه بتاعتنا تسخن قوي وننزل بالحاجه بتاعتنا. تمام، زي ما انتم شايفين. بسم الله، ده اللي احنا عايزينه. سامعين الفش دي؟ هي دي اللي احنا محتاجينها. اول ما الكلاوي تاخد معانا لون هرجع واقول لكم هنعمل ايه حالا. شايفين يا امارات؟ ما شاء الله الكلاوي دي عماله تفشفش معانا في السمنه البلدي. اول ما هي غيرت لونها نعمل ايه تاني؟ بص نستنى عليها دقيقه كده، مش ليه اول ما تغير اللون ننزل، لا هتاخد سنه تحميره كده، عشان انتوا عارفين ان الكلاوي بتاخد سوا شويه عن الكبده. فدينا بنقلب فيها وهرجع لكم اقول لكم امتى هننزل بالكبده بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين خلاص ابتدت تخش في التحميره اللي احنا عايزينها. بسم الله ننزل بالكبده بتاعتنا على طول، وما نقلبش بقى قوي علشان ما تتهريش مننا، هي بس التقليبه كده بسيطه. اول ما الكبده تبتدي تغير لونها نرجع ونكمل خطواتنا. زي ما احنا شايفين الكبده ابتدت اهي خدت اللون زي الكلاوي. ننزل في ايه يا شروق بقى ونسمع احلى كش واحلى روايح في الدنيا. بصوا يا بنات، انا نسيت اقول لكم التومه بتاعتنا حاطين عليها ايه؟ معلقه صغيره من الخل وليمونه كامله، وننزل على الكبده ونشم احلى روايح. ننزل بقى على طول بالبهارات بتاعتنا. بسم الله، وما ننساش الهريسه. اللي عايز يلغي الهريسه من الوصفه يلغيها عادي، بس الكبده بقى والحاجات الخرشه دي معروفه بتبقى احلى حاجه فيها ان هي تكون سبايسي. يلا بينا نقلب. بسم الله، شموا بقى الروايح، بجد الريحه ما شاء الله تحفه. نسيبهم بقى يعيشوا مع نفسهم ونشوف هنقدم ايه مع الكبده بتاعتنا النهارده والكلاوي. طبعا هي معروفه كبده وكلاوي، يبقى شويه جرجير وعيش طازه وكلوا بالف هنا وشفا. بس انا علشان عندي اولاد صغيرين هنعمل شويه رز ابيض جنبيهم. ادي الكبده بتاعتنا، والكبده من الحاجات اللي ما ينفعش نتك عليها في السوا، علشان كل ما هتتك عليها في السوا هتديكي هتندغي كده، هتندغي فيها جامد كانها زي الكاوتش. هنعرفها ازاي يا شروق ان هي استوت؟ شايفين؟ هوريكم قطعه كده هفهمكم انا قصدي ايه. بصوا هنا فيها لسه حبه منزله العصاره بتاعتها، لما نلاقيها خلاص ما بقاش فيه عصاره كده كده الكبده بتاعتنا استوت. نعمل ايه دلوقتي يا شروق؟ نوطي النار براحتها تعيش حياتها شويه ونختبرها وتكون استوت ونرجع نقدمها ان شاء الله. بس قبل ما اقدمها هرجع لكم اوريكم امتى نغرفها ان شاء الله باذن الله من الطاسه. زي ما انتم شايفين يا امارات
خلاص الكبده والكلاوي بتاعتنا والقلب استووا معانا بقى زي العسل. شايفين المنظر؟ قمه الجمال. اوضح لكم الكاميرا اكتر، التصوير شايفين؟ طيب حد هيطلع يقول لي يا شروق انت ازاي حاطه قشره الليمونه في الكبده؟ عصرت الليمونه وحطيت القشر معاها عشان يمتص اي ريحه زفاره من الكبده، وهنشيلها ويلا بينا نقدم الطبق بتاعنا التحفه ده. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، ادي طبق الكبده بتاعي والكلاوي استوى وبقى زي العسل، وقدمناه مع طبق رز ابيض بالسمنه البلدي كده يستاهل بقكم. مستنيه منكم تقولوا لي ايه رايكم في التحفه ده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. استنوني في حلقه جديده مع وصفه جديده. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.